الموضوع كنا توقفنا عند يعني الجانب الاجتماعي للفترة اللي كنت فيها وكان عمرك 14 سنة. يعني سؤال برك حول الأعراس، يعني حتى نستدركوه، كيفاش كانوا يجيبوا العرايس في الأعراس؟ هو فعلا كانت حاجات جميلة بالنسبة لقضية الأفراح وقضية الأعراس وقضية المناسبات. كانت الناس تعطي لها القيمة نتاعها، لكن بدون تكلف، لا تكلف ولا تزييف ولا صبغة ولا شيء، الأمور على الطبيعة، لكن باهتمام بليغ هادف. فبالنسبة للأعراس كانت تعطى لها القيمة نتاعها الأخلاقية والدينية والإنسانية، وكانت الأخلاق هي السائدة. مثلا احنا الشيء اللي رانا نشوفه اليوم، هذه الضجة اللي راهي تدار في سواء بالنسبة لإحياء العرس كعرس، أو حتى بالنسبة في زف العروس. زف العروس كانت قبل اليوم، بعد اللي يلحق الوقت نتاع زف هاي العريس نتاعها، مجموعة من العجائز المحترمات ياخذوها، يوجهوها، يعطوا لها إرشادات أو الإرشادات اللازمة، ويصحبوها إلى بيت زوجها، وتبقى معها عجوز تتذكر فيها. العجائز الآخرين يبقوا بر مشتغلين بحفل العرس، وتبقى عجوز بجانبها تتذكر فيها في الغرفة نتاعها، حتى يجي العريس تلاقي بيناتهم هذيك العجوز، تقول له: ها يا ولدي، الزوجة نتاعك راكم الآن مستفتحين باب الله، راكم متكلين على ربي، راكم رايحين باش تبنوا بيت، اتهلاو في بعضكم بعض، صبروا لبعضكم بعض، عاونوا بعضكم بعض، انصحوا بعضكم بعض، وكونوا مجتمعكم تاع المستقبل، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير والعافيه، وتخرج هذيك العجوز ويبقى العريس مع عروسته. هذه الطريقه. ثم يخرجوا العرس النساء في جهه والرجال في جهه. الاختلاط ممنوع. كانوا عندنا معنا بعض العجائز قويات، كان معنا لما توقف تشوف هكذا حركة ماهيش طبيعية اللي تنافى مع الأخلاق ولا تنافى مع الواقع ولا تمس الشرف، تتحمل مسؤوليتها أكثر من أقوى الرجال. وهذا الشيء اللي الآن نشوفوه ما هوش موجود. أصبحت الأمور هكذا بالتسيب ومطلوقة. هذا الشيء اللي كانت تعيش عليه الواقع نتاع المجتمع. بالرغم دائما نرجع لواحد الموضوع، ما كانش الأمور ما هكذا سهلة، كانت الأمور قاسية جدا في كل، من ناحية العيش، ولا من ناحية العمل، ولا من ناحية حرية التصرف، ولا من ناحية الحركة. كانت الأمور معنا مشددة، الحراسة مشددة على الجزائريين. كل حركة تاعهم محسوبة ومضبوطة ومقيدة من طرف العدو وأعوانه. سي الحاج، تكلمنا على كثير من الجوانب الاجتماعية في الفترة تاع بين الربعينات والخمسينيات. يعني اللباس كيفاش كان لباس الناس؟ نعم، لباس الناس كيفاش كان؟ اللباس كان عادي، وكان الاعتماد في الحقيقة على ما تنجزه المرأة في بيتها. كان القندورة تاع الصوف، كان البرنوس تاع الصوف، كان الحايك الذي كان في وقت من الأوقات يستعمله الرجال إلى وقت قريب. الحايك كان سائد في الكثير من المواطنين، خاصة كان لباس أهل البلدة كمان.
لا خاصة عند الناس المحترمين، لما يكون إنسان محترم نفسه كان يقرأ كتاب الله أو عنده مكانته في المجتمع أو له القيمة تاعه، كان يتميز هكذا بشيبة يعطوا له الناس المكان تاعه. ثم كان الاهتمام بالمناسبات والاهتمام بالأعياد كان ليلة الشك نتاع رمضان والله العيد. كل الناس الخيرين أولا تتعطى تعليمات، كاين ناس خاصين اللي عندهم بصر صحيح، هذون موثوق فيهم يراقبوا الرؤية. ثم مجموعة كبيرة من المواطنين، من رجال الدين، من الأعيان وكذا، يجوا يتجمعوا أمام البريد، ينتظروا الأخبار نتاع الهاتف، لأن ما كانش الهاتف منشور عند الناس كثير، بالك في أفراد خاصين وما هوش بسهولة اللي راه عليها، كان بطريقة صعبة كثيرة. إذن نجوا يتجمعوا حول مركز البريد واللي كان فيه واحد يقولوا قربوع يحيى، هذا يبات مفتوح إلى أن تطلع الشمس. إذا جاء الخبر الناس تمشي للمسجد، طبعا دائما الكلمة ترجع للمسجد، والإخبار المجتمع إطلاق طلقات بارود إذانا بالصيام، وكذلك طلقات بارود إذانا بالعيد. هذا النظام البسيط، لكن كان عنده القيمة نتاعو، كان عنده الهدف نتاعو، كان عنده الفوائد نتاعو. احنا الآن بالرغم من هذه الإمكانيات، لكن هكذا نوع من البرودة، نوع من التخلي راه يسود المجتمع. هذا التخلي وهذه البرودة كان قبل اليوم لا، كانت الناس تعطي الاهتمام لهذه الأشياء وتهتم بها اهتمام كبير، معنا خاصة المناسبات نتاع الصيام، مناسبات الأعياد، مناسبات اللي عندها علاقة بالدين، اللي عندها علاقة بالأصول، اللي عندها علاقة بكرامة الإنسان. هذه كان المجتمع يعطي لها القيمة نتاعها ويحترمها. سي الحاج، يعني باش نمدوا شوية حق اللباس. نعم. اللباس التقليدي كان سائد، يعني اللحفاية والقندورة والصباط تاع الأعراب والسروال تاع الأعراب. هو كانت الأمور طبيعية، وأنا قلت لك أنا الشيء اللي نركزوا عليه واللي واللي يعطى اللي الإنسان يشيد به، لأن كان هو وما كانت تنتجه المرأة، البرنوس والجلابة والقندورة نتاع الصوف، هذا فضلا على الأفرشة نتاع المنزل. كانت المرأة على كل حال، نكون نرجع واحد خطوة للوراء، في قبل ما بين الأزمة نتاع 2021 والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، المرأة شعرت بالمسؤولية نتاعها وتحملت مسؤوليتها وخضعت زمام المبادرة وركزت على القيام بدورها، وأصبحت تنتج، أصبحت إنسان منتج ومربي وكذلك موجه في آن واحد. كانت مجموعات خاصة بالتوجيه، مجموعات خاصة بالتوليد، مجموعات خاصة بتداوي الأطفال، مجموعة خاصة ولكن في المنزل نتاعها كانت معناه تقوم بأعمال جليلة في ميادين نسج الألبسة والأفرشة.
سي الحاج برك سؤال برك باش نخرجوا من الموضوع تاع اللباس وكيف الناس واش كانت تلبس بالنسبه للاحذيه يعني كان على كل حال الاحذيه تقليديه. نعم. كان الصباط نتاع الشرك والريحيه نتاع الشرك هذه تصنع محليا. كانوا ناس خاصين لصناعه الحذاء نتاع الشرك نتاع الرجال والريحيه نتاع الرجال والنساء. كذلك كانت تصنع من جلود الحيوانات المذبوحه حلال، تدباغ وتخدم فيها كذلك اعمال مراحل حتى توجد هكذا للصناعه وتصنع منها الاحذيه. وهذه الصناعه لعبت دور كبير في سنوات ثوره التحرير، لأن أصبحت هذا الرجال اللي كانوا يصنعوا هذه الأحذية أصبحوا يصنعوا أحذية قوية تتلائم مع قوة الصحراء لمجاهدي الصحراء، ولا زالت بعض العينات موجودة. سي الحاج الآن يعني رانا وصلنا وعندك 14 عام في عمرك، والآن يعني شحال كنت في المدرسة تاع الفرنسيين، قلت كانوا فيها غير زوج كلايس يقروا في زوج كلاس، وكانوا دور العشائر تفتح فيها أقسام في الأخير. نعم. لما وقع الاكتظاظ وقبل ما تبني في فرنسا قسمين تاع كاف بكراع واربع اقسام تاع الامير عبد القادر قبل 52 كانوا يستغلوا دور العشائر. وانا من القسم اللي كنت نقرا فيه كنا نقرا في دار اولاد بن ناصر، فضلا على النشاطات الاخرى في قضيه الانتخابات، قضيه الاجتماعات، قضيه اللقاءات. كانت هذه الدور تستعمل. بالنسبه لمدرسه النخيل هي الاقدم ام هي القديمه والوحيده حتى ال 52. ما هي مدرسه النخيل هي الاقدم؟ هي الاقدم وهي الوحيده ل 52 الى سنه 52. في سنه 52 انشات فرنسا 4 اقسام في مدرسه الامير عبد القادر الحاليه. نعم. سي الحاج انت يعني في سن 14 سنه يعني وعندك اصدقائك، شنو الحوايج اللي كنتوا يعني تطمحونها في ذاك السن؟ والله كنا قلت لك همنا كيف نخرج من هذا الوضع الثنائي او الثلاثي، الاوضاع الاجتماعيه، الاوضاع الاقتصاديه، الاوضاع الاستعماريه. لان كانت عندنا اوضاع جاثمه علينا ومحاصرتنا. كان همنا كل كيف نخرج من هذه الاوضاع. والله سبحانه وتعالى قبل ما افتح علينا بانفجار ثورة التحرير هي التي أنقذتنا من هذه الأوضاع.